ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايس كريم مانجا، بيبقى تحفه من غير اي اضافات، غير هما مكونين بس هنعمل احلى ايس كريم مانجا. معايا المانجا يا بنات، مجمداها وشايلاها في الفريزر، مقطعاها قطع كده وشايلاها في الفريزر. لازم اي فاكهه هتعمليها بالطريقه دي لازم تبقى مجمداها في الاول. هنحط ايه؟ هما مكونين بس هتعمل ايس كريم تحفه في الجو الحر ده. حطينا المانجا، وهحط معلقتين كبار عسل نحل. ممكن تحطي سكر براحتك، حط معلقتين هرميين كده، بس الجو لما حر العسل سايح خالص. بس كده. هعمل ايه تاني يا بنات؟ هضربهم جامد لغايه ما يبقوا كريمي كده، وهنرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. اسرع ايس كريم هتعملوه يا بنات بجد، بس قوامه تحفه كريمي كده. هعمل ايه دلوقتي؟ بص قوامه بقى فظيع خطير بجد. جو حر، اهم حاجه في الايس كريم انك تجمد الفاكهه، اي نوع فاكهه عندك عايزه تعمليه زي كده تجمد الفاكهه خالص، وبعد كده تعملي. شايفين قوامه؟ شايفين المطه اللي فيه؟ شايفين؟ فظيع بجد. ممكن تحطوه في كوبايات، انا هحطه في كيس مطبخ عادي. اي كوبايه عندك تحطيها كده وتحط فيها كيس المطبخ بس عشان تظبط شايفين قوامه؟ فظيع. لو هتقدميه في بولات كده يبقى تستني لما تحطي في علبه، تحطي في التلاجة تاني، وبعد كده في الفريزر تاني، وبعد كده طلعيه واعملي منه في كوبايات كده زي الايس كريم، كور الايس كريم. لكن انا هعمل ايه؟ حركات كده. كان معايا هنا ثانيه، هنا يا بنات معايا بسكوتة الايس كريم بتتباع في اي سوبر ماركت. هقطع جزء كده من تحت واملى فيه الايس كريم. شايفين؟ خطير بجد، خطير تحفة. خطير في الجو الحر اللي احنا فيه ده. ثانية اجيب حاجة بس احطهم فيها علشان يسحوش. تجيبي بسكوت الايس كريم ده وتعمل بيها حركات، في منها كبير وفي منها صغير زي كده، في منها صغير وفي منها كبير. شايفين؟ نملى من تحت وبعد كده نعمل حركة كده. شايفين شكله؟ اسرع ايس كريم بجد، وطعمه تحفة، وما كلفناش حاجات كتير. العسل والبسكوتة دي تجيبيها الكمية منها كتيرة، مش غالية، قصدي رخيصة يعني مش غالية. شايفين؟ فظيع بجد، تحفة. جو حر والفاكهة كتير في السوق، حاولوا اعملوا حاجات زي كده من غير اي مواد حافظة، تقدروا تعملوا احلى ايس كريم. شايفين حركاته؟ فظيع. شايفين يا بنات؟ تملوا من جوه كده وبعد كده تملوا من فوق. اهو خطير يا بنات. عملناه في ثانيه، مكلفناش حاجات كتير، هي مانجا وعسل بس. بصوا شكله تحفه خطير. اتمنى تجربوا، واتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى اكون ضيف خفيفه عليكم وتكون فدتكم حاجه بسيطه. اكتبوا لي لايكات كتير يا بنات علشان الفيديو بس يرتفع فوق والقناه تفضل مستمره معاكم. بصوا شكله تحفه ازاي، بجد خطير تحفه. ايس كريم مانجا خطير. الجو حر، استغلوا الفاكهه اللي في السوق واعملوها بالطريقه دي، تحفه بجد. انا بشكر اتنين تلاته اللي بيعملوا لي لايكات ويكتبوا لي كومنتات، بجد بشكرهم كتير. ويا ريت اي حد بيسمع الفيديو بتاعي وبيسمع وبيمشي، يا ريت تعملوا لي لايك او تكتبوا لي كومنت زيكم حلو كده علشان بس القناه تفضل مستمره والفيديو يرتفع لفوق. بصوا يا بنات، احلى ايس كريم هتاكلوه. اشتركوا في القناه يا بنات عشان القناه تكبر بيكم ليكم. حاجه بسيطه عملنا بيها ايس كريم
وتفرحي بيها اولادك. باي حبايبي.